الفيلم بتاعنا بيبدأ من آلاف السنين، وبنشوف الناس حوالين العالم كله كانوا بيعملوا طقوس غامضة، وكانوا بيستخدموا الطقوس ديت عشان يطلقوا أرواح شريرة، والأرواح ديت كانت بتقدر تتحكم في عقول وأجسام البشر. ومع العالم وهو غرقان في الفوضى ظهر محاربين سحريين وكانوا معروفين باسم فرسان الموت، وبفضل قوتهم وقدرتهم على مواجهة الأرواح الشريرة الشر اتنفى واتحبس جوه الظلام بعيد عن البشر. ولكن بعد الأرواح قدرت تهرب وتستخبى في مكان جديد، وبنعرف ان المكان الجديد دوت هو الانترنت اللي كل الناس بتستخدمه. وفي الوقت الحالي بنشوف 2 اصحاب اسمهم هارود ورانجي، وبنعرف ان هم شغالين في تنظيف المجاري والمواسير، وكان معاهم عربية شفط كبيرة علشان ينضفوا بيها. وتاني يوم في الشغل بنشوف هارود بيحط الخرطوم جوه الماسورة وبيطلب من صاحبه يشغل المضخة اللي في العربية، ولكن رانجي كان مركز مع موبايله ومش واخد باله خالص، فشغل الماكينة بقوة أعلى من المطلوب، وده خلى مية المجاري تطلع من المواسير وتنتشر. وبمجرد ما قفل المضخة هارود اضطر ياخد دش في وسط الشارع، وده عشان يتخلص من الريحة. وبعد شوية أخوه بالتبني ظهر وقال له إن أمهم بعتت لهم سبوبة جديدة يعملوها، وقال له كمان إن في لستة من الشغل لازم يخلصوها النهاردة. ورغم إن هو بقاله 17 ساعة شغال متواصل، إلا إن هارود وافق ومشي مع رانجي عشان يكملوا تنظيف باقي المجاري. وفي الطريق رانجي شاف إعلان على شاشة موبايله، وكان الإعلان بيسأله لو عايز يشارك في لعبة تغير حياته، ورانجي فضوله خلاه يوافق ويدخل العرض ده. وبنشوف إن هو بيحمل لعبة اسمها سيد الأشباح، وبعدها بيسمح لها باستخدام كاميرا موبايله، وبعدها بيسجل دخوله في التطبيق، وفي نفس الوقت بياناته بتتبعت لمعمل سري. وجوه المعمل بنشوف مجموعة من الناس كانوا محبوسين جوه، وكان في واحد منهم مربوط على كرسي وسط رسم خماسي. وفجأة بعدها ست غامضة دخلت وهي معاها معزة صغيرة، وبمجرد ما ضغطت على زر التفجير اللي معاها المعزة انفجرت في الحال. وبعد التضحية ديت بنشوف ان في جهاز اتفعل وبدأ يضرب كهرباء على السجين، وبنعرف ان السجين كان ملبوس بروح شريرة، والروح ديت كانت مسيطرة على جسمه تماما. ومن هنا بنفهم ان الارواح والطقوس السحرية رجعت من تاني، وده بعد ما اختفت لآلاف السنين، وكمان ليها علاقة بلعبة صيد الأشباح اللي الناس بتلعبها. وفي نفس الوقت رانجي فضل مهووس باللعبة بشكل كبير، وبقى يلف الكاميرا في كل اتجاه عشان يلاقي روح. ولكن صاحبه هاورد كان شايف ان الموضوع دوت اهبل ومش مقتنع بالكلام ده نهائي. وفجأة رانجي اتصدم لما شاف شبح واقف في نص الطريق، وساعتها هاورد اضطر يوقف العربية في نص الشارع، ورانجي جري بالموبايل ووجه الكاميرا ناحية الشبح، وبلمسة واحدة قدر يمسكه جوه اللعبة. ولكن في نفس اللحظة هاورد وقع على الأرض وهو بيتألم، وكان حاسس بوجع حاد في رقبته. ورانجي سأله لو كان كويس، وهاورد طمنه وقال له إن هو تمام، وقال له إنه مجرد تعب من الشغل الكتير مش أكتر. وبعد كده قرروا يكملوا طريقهم ويكملوا شغلهم عادي. لكن قبل ما يمشوا شافوا جهاز على عمود نور في الشارع، وكان عليه اسم فرسان الموت مكتوب قدامهم. وبنعرف إن الأجهزة دي منتشرة في المدينة كلها، وكان واضح إنها السبب في ظهور الأشباح جوه اللعبة دي. وبعدها الاتنين ركبوا العربية ومشوا يكملوا طريقهم. وفي مكان بعيد شوية صناع اللعبة كانوا متجمعين مع بعض، وكانوا بيراجعوا نتائج الأسبوع اللي فات. ومن خلال مكالمة فيديو كلموا فينيجان مديرة المشروع، وكمان بنعرف إنها نفس الست اللي حطت الروح الشريرة في السجين. وهنا واحد من شركاء الشركة قال إن اللعبة نجحت بشكل ما كانوش يتخيلوه، وإن أكتر من 1,000,000 شخص بيلعبوا اللعبة في نفس الوقت. وفينيجان كانت مبسوطة بالنتيجة ديت ونجاح اللعبة. ولكن في نص الاجتماع ليرش واحد من رجالتها دخل عليهم ومعاه سجين، وجاب السجين دوت قدام رئيسته من غير ما حد ياخد باله. وفينيجان قربت من الراجل واستخدمت سحر قوي عشان تسحب روحه من جسمه. وبعد كده رجعت للاجتماع وطلبت منهم يكملوا تطوير اللعبة، وقالت لهم لازم يفضلوا يحسنوا فيها من غير اي غلط، لان لو اي حاجة باظت في الخطة ديت كلهم هيبقوا في خطر كبير. وبعد شوية بنروح لمكان تاني في نفس المدينة، وهناك بنشوف لوسر وبناته ومولي وتول، والتلاتة دول كانوا من فرسان الموت، وكانوا بيواجهوا مجموعة من البشر المتلبسين بأرواح شريرة، والأرواح ديت كانت مسيطرة عليهم تماما. وبنعرف إن لوسر وبناته محاربين وعندهم خبرة كبيرة وقدروا يخوضوا معارك كتير قبل كده. وبنعرف إن أغلب فرسان الموت كانوا ماتوا خلاص، وما بقاش فاضل منهم غير عدد قليل جدا، وده خلى لوسر وبناته من آخر الفرسان اللي لسه بيحاربوا أرواح شريرة لحد
دلوقتي. وبعد ما المواجهة خلصت لوثر أخد بناته وخرجوا من المكان، وبعدها قال لهم إن الوضع بيبقى أصعب كل يوم، وإنهم لو ملاقوش محاربين تانيين يساعدوهم فمش هيقدروا يكملوا بالشكل دوت كتير. وبعدها بنرجع لهارود ورانجي من تاني، وكان هارود سايق العربية في الطريق، وفي نفس الوقت رانجي برضه ماسك الموبايل وكان بيحاول يصطاد أرواح جديدة من خلال اللعبة. ولكن أول ما وجه الكاميرا ناحية هارود الشاشة بدأت تتفاعل معاه بشكل غريب، وكأن هارود واحد من الأشباح اللي موجودة جوه اللعبة. ورانجي استغرب من اللي ظهر قدامه وحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، وعشان يتأكد من اللي شافه بنفسه قرر يدوس على زرار الكاميرا. ولكن أول ما عمل كده صح حاجة غريبة جوه جسم هارود، وفجأة طاقة كبيرة خرجت من جسمه، والطاقة ديت رمته بره العربية، ورانجي جري عليه علشان يساعده. ولكن هارود كان حس بإرهاق شديد وبدأ يشوف أرواح منتشرة حواليه، وكانت موجودة في كل اتجاه بيبص فيه. وفي اللحظة ديت فينيجان قدرت تحس بالطاقة اللي خرجت منه، ولما لحظتها عرفت إنها لقت الشخص اللي كانت بتدور عليه من زمان. وبعد ما حددت مكان مصدر الطاقة استخدمت اتصالها بلعبة الموبايل وبعتت روح شريرة المستخدم قريب من هاورد، والروح ديت دخلت جسم الشخص دوت وسيطرت عليه تماما. ولما شاف هاورد قدامه هجم عليه، وساعتها الاتنين دخلوا في مواجهة، وكان القتال بيحصل جوه مصنع مهجور، والراجل الملبوس مسك فاس كبيرة وبدأ يهاجم هاورد بيها. ولكن في اللحظة ديت رانجي ظهر علشان يساعد صاحبه ومسك ماسورة حديد وبدأ يضرب الراجل الملبوس بيها. لكن رغم كل اللي عملوه الكيان اللي جوه جسم الراجل كان أقوى منهم بفرق كبير، وفي وسط القتال رانجي اتضرب واترمى بعيد، وفي النهاية قدر الكيان إن هو يحاصر هاورد. وبعد ما خلاه محشور قدام الحيطة بعدها استخدم نفس السحر اللي كانت فينيجان بتستخدمه، وده عشان يسحب روح هاورد من جسمه. ولكن هاورد قدر يفلت في آخر لحظة، وفجأة ظهرت طاقة غريبة في إيده، وبمجرد ما خرجت منه ضربت الروح الشريرة بشكل مباشر واتمكنت من تدميرها بالكامل. والطاقة اللي ظهرت في القتال قدرت مجموعة فرسان الموت ترصدها. وبعد شوية دقايق مولي وصلت للمكان اللي حصل فيه القتال، ولقت رانجي وهاورد واقعين على الأرض، وبعدها تم نقلهم لمكان تاني عشان يتعالجوا ويستعيدوا قوتهم. ولوثر شال الجهاز اللي كان على رقبة هاورد وحط مكانه جهاز جديد. وأول ما هاورد فاق اتخض من المكان اللي هو فيه وسألهم ايه اللي بيحصل هنا، وساعتها لوثر عرف بنفسه وقالوا ان هو واحد من فرسان الموت. وبعدها بدأ يشرح له الحقيقة وقال انهم مجموعة من الصيادين السحريين واللي بيستخدموا السحر لمحاربة الأرواح الشريرة، وكمان قال له انه كان صاحب قريب من أهله وانه يعرف حاجات كتير عن ماضيه. وبعدها كشف له سر كبير وقال له ان امه كانت ملبوسة بروح شريرة من زمان، وان امه الحقيقية هي فينيجان، وفي الماضي كانت بتحارب الأرواح الشريرة وقدرت تخلص على عدد كبير منهم. ولكن الأرواح ديت في النهاية قدرت تلاقي مكان جديد تعيش فيه، وكان المكان دوت هو عالم الإنترنت. وعلشان تخلص عليهم تماما فينيجان صنعت جهاز خاص يقدر يربط عقلها بالعالم الرقمي، وكان هدفها انها تدخل العالم ده بنفسها وتواجه الأرواح من جواه. ولكنها فضلت وقت طويل جدا هناك ومن غير ما حد يقدر يساعدها، ده خلى الأرواح تأثر على عقلها وتبدأ تتحكم في أفكارها بالتدريج. ومن وقتها كل حاجة اتغيرت، وفينيجان قلبت على فرسان الموت وبقت واحدة من أخطر أعدائهم. وبسبب اللي حصل دوت محاربين كتير منهم ماتوا، وكان من ضمنهم والد هاورد. لكن قبل ما يموت حاول يحمي ابنه بأي طريقة، وعشان كده ودى هاورد العيلة تانية، وكمان حط على رقبته جهاز اسمه سكرامبلر، وده جهاز علشان يشوش وجوده ويخفي طاقته السحرية ويمنع الأرواح من إنها تتعقبه. وكمان كان بيمنع الأرواح من إنها تعرف إنه من نسل فرسان الموت. وبعد ما لوثر قال له الحقيقة كلها طلب من هاورد إن هو ينضم ليهم، وقال له إن هم محتاجين مساعدته، وإن الأرواح الشريرة بتقوى يوم بعد يوم من غير ما حد يوقفهم. ولكن قبل ما هاورد يرد عليه الكلام اتقطع فجأة، لأن فينيجان كانت بعتت رجالتها للمكان وكان هدفهم إن هم يمسكوا هاورد وباقي الفريق بأي طريقة. ولوثر بسرعة طلب من الكل يهربوا من المكان، وهم بيعدوا في الممر واحد ملبوس ظهر فجأة، وللأسف قدر إنه يضرب رانجي برصاصة في دماغه، وهاورد اتصدم وحاول يساعد صاحبه. وفجأة طاقة غريبة بدأت تطلع من جسم هاورد، وهو نفسه ما كانش فاهم ايه سبب الطاقة ديت. وفي نفس الوقت ملبوسين تانيين دخلوا المبنى من كل ناحية، ولوثر قرر يواجههم لوحده عشان يشغلهم بعيد عنهم، وبعت بناته ياخدوا هاورد ويهربوا بيه للمخبأ. وبما ان مفيش قدامهم
قدامهم خيار تاني. مولي وتول هربوا معاه بسرعة وطلعوا من فتحة الزبالة وجريوا لحد العربية بره. وفي اللحظة ديت لوثر جهز سلاحه وقرر يواجه الأرواح، ولكنه اتفاجئ بفينيجان وهي بتمسكه بقوة عقلها ورمته بعدها على الحيطة، وطلبت منه يقول لها ابنها مستخبي فين دلوقتي، ولكنه رفض يقول أي حاجة. وفي الآخر ليرش قتله من غير تردد. وبره المبنى مولي طلبت من هاورد يركب العربية، ولكنه رفض وقرر يهرب. ولكن بنشوف عربية بوليس بتخبطه فجأة، وبعد ساعات فاق وهو نايم على سرير في المستشفى، واتفاجئ لما شاف رانجي واقف على سقف الأوضة قدامه وكان بيتكلم معاه وكأن عادي مفيش أي حاجة حصلت. والصدمة كانت كبيرة لدرجة إن هاورد وقع من على السرير، ولكن رانجي حاول يهديه وقال له إن بعد ما مات بقى روح تايهة في العالم ومحبوسة ومش عارف يتحرر. وقبل ما هاورد يفهم إيه اللي بيحصل، رانجي حس إن في حد جاي ناحية الأوضة، فخرج علشان يشوف مين اللي داخل عليهم. وبعد ثواني ممرضة هدومها كلها دم دخلت للأوضة، وكان معاها فينيجان اللي ظهرت قدام هاورد مرة تانية. وزي ما لوثر قال، الست دي طلعت فعلا أمه الحقيقية، وقالت له ينضم ليها وعدته تعوضه عن كل السنين، وعرضت عليه كمان قوة كبيرة جدا عشان تثبت كلامها. وفعلا استخدمت جزء من طاقتها الشريرة على جسمه، وفي الآخر طلعت صندوق غريب وقالت له يركبه على جهاز التشويش اللي على رقبتها، وبنعرف إنها كده هتبقى أقوى. ولكن هاورد حس إن في روح شريرة جوه الصندوق ورفض طلبها تماما، وده خلى فينيجان تتضايق جدا. ولكن قبل ما تعمل أي حاجة، مولي وتول دخلوا فجأة وضربوا النار على الممرضة وقتلوها على طول، وبعدها رموا فينيجان من الشباك علشان يبعدوها. وبعد كده الإخوات ساعدوا هاورد يهرب من المستشفى وطلعوا معاه لحد فوق سطح المبنى. وفجأة جهاز قياس الطاقة عند مولي بدأ ينور، وقال إن في شبح قريب منهم في نفس المكان. وتول طلعت سلاحها بسرعة عشان تخلص عليه، ولكن اتضح إن الروح ديت كانت رانجي مش عدو، والسبب إن سحر هاورد خلاه يتحول لشبح. والنوع دوت اسمه سبيكتر، وبيكون عنده قدرات كبيرة، وبكده يقدر يكون حليف ليهم في القتال ضد فينيجان. واللي بنشوفها بتستخدم أجهزة سحرية كانت زرعاها في المدينة عشان تعمل دوائر سحرية. وبنعرف إن لما الدوائر السحرية ديت تكتمل هتولد سحر، والسحر دوت هيقدر يمتص أرواح كل الناس في المنطقة، وده هيخلي فينيجان تبقى أقوى بكتير. وعلشان يمنعوا دوت يحصل، مولي قررت تتحرك بسرعة وقالت لازم ياخدوا واحد من أجهزة السحر القريبة، وكان أقرب جهاز موجود في حارة ضيقة جنبهم. ولكن الجهاز دوت كان عليه حراسة من كيان شرير، ومولي طلبت من هاورد يساعدهم يوقف خطة أمه، وبما إنه عنده دين لازم يرجعه للوثر بعد اللي حصل، هاورد وافق يساعدهم ولكن بشروط بسيطة، وكان لازم يتعلم إزاي يتحكم في القوة اللي عنده. فبنشوف الأخوات خدوه لمخبأهم عشان يبتدوا تدريب هناك، والمكان كان متأمن بأجهزة تشويش عشان محدش يتتبعهم، وده عشان فينيجان ما تقدرش تحدد مكانهم. وجوه المكان مولي وريته كيس ملاكمة وطلبت منه يتدرب عليه، بس قالت له مش بإيده ويستخدم السحر. وطبعا هاورد ما كانش عارف يفعل القوة ديت ازاي، فمولي قررت تبدأ معاه بحاجة أسهل شوية الأول، وحطت عملة معدنية على الأرض قدامه، وباستخدام جزء من سحرها ساعدته يركز أكتر. ومع التركيز هاورد بدأ يحرك العملة قدامه شوية، وبعد ما هدي عمل حركة بإيديه وفعل سحره فعلا، ونجح إنه يخلي العملة تطير قدامه في الهواء. وبعدها جرب مرة تانية على كيس الملاكمة، وباستخدام كل تركيزه أطلق تعويذة قوية جدا وقدر إن هو يرمي كيس الملاكمة لبعيد. وبعد كده الإخوات عرفوه على جهاز بوابة الأرواح، والجهاز ده بيحول الأرواح لشكل مادي علشان تتضرب. وتول مسكت صندوق فخ زي اللي فينيجان استخدمه، والصندوق ده بيكون سجن مخصوص لحبس الأشباح. وفي الآخر مولي ادت هاورد بدلة علشان تحميه، وبنعرف إن البدلة ديت عشان تمنع إن الأرواح تدخل جوه جسمه وتتلبسه. وبعد ما جهزوا كل المعدات طلبوا منه يشغل الجهاز، وقالوا له يستخدم سحره عشان يفعل بوابة الأرواح، وده هيخلي الروح اللي في الصندوق تظهر قدامهم. وهاورد ركز الطاقة بتاعته مرة تانية بكل قوته، وأول ما الكائن اتحرر تول شغلت سلاح قوة اسمه بيتسي، وضربت طلقة من السلاح خلصت عليه ودمرته تماما. وبعد التدريب دوت هاورد بقى جاهز لأول مهمة ليه، وكان لازم يساعد الإخوات إن هما يسرقوا جهاز السحر من المدينة. وعشان يعملوا كده كان لازم يعدوا من نفق تحت الأرض ويقتلوا الشبح اللي بيحرس الجهاز في المكان ده. وخلال ما تول ومولي يقتلوا الكيان وياخدوا الجهاز السحري، هاورد لازم يركب قنبلة سحرية في جدار النفق، ولو كل حاجة مشيت صح هيرجعوا للمخبأ من غير ما
حد يحس. وبعد ما كل حاجة بقت جاهزة الأربعة دخلوا النفق، وأول ما مولي ركبت القنبلة على الحيطة سابت جهاز التفجير في إيد هوارد علشان يتحكم فيه، وبعدها الإخوات طلعوا السلم ناحية المدينة من فوق، وتول قابلت الشبح اللي كان بيحرس الجهاز السحري. وفي نفس الوقت هوارد كان مستني مع رانجي تحت، ورانجي كان بيجرب قوته الجديدة كوحش سبكتر، ورغم إنه مش قادر يحرك الحاجات بسهولة لسه مد إيده على الحيطة وخلى مادة سودا تنتشر فيها، وهوارد اتفاجئ جدا من اللي شافه، ومن غير ما يقصد ضغط زرار التفجير اللي في ايديه، وده خلى القنبلة تنفجر قبل الوقت المحدد، وموجة الطاقة خلت تول تغلط وما تسيبش الهدف، والشبح اللي بيحرس الجهاز قدر يهرب للنفق، ولما وصل هناك اتجه على طول ناحية هوارد، ولكن رانجي حمى صاحبه وخده بعيد عنه، ولكن رغم قوته كشبح رانجي اتهزم بسهولة، والشبح جهز نفسه علشان يخلص على هوارد، ولكن تول ظهرت بسرعة ورمت قنبلة عليه. وبعد المواجهة ديت مولي قدرت تشيل الجهاز، ولكن فينيجان كانت عرفت مكانهم وبعتت لهم أرواح كتير، والأرواح ديت سيطرت على لاعبين في اللعبة، والملبوسين دول حاولوا يوقفوا طريق الخروج قدامهم، وكمان طفوا النور اللي كان موجود في الموقف، وهنا الأرواح بدأت تهاجمهم، ولكن مولو وتولي طلعوا سلاحهم وضربوا عليهم، ورغم كل محاولاتهم الإخوات اتهزموا ووقعوا مغمى عليهم. وبعد كده فينيجان قدرت تسيطر على واحدة منهم، وبدأت تكلم هوارد وطلبت منه يرجع لها تاني، ولكن هوارد رفض تماما، وباستخدام سحره طرد الروح الشريرة من البنت، وبكده المعركة انتهت والفريق رجع للمخبأ تاني، وده عشان يعرفوا ايه اللي جوه الجهاز الغريب دوت. ولما فتحوه الاخوات اتصدموا من اللي شافوه، وده لانهم لقوا راس عمهم ديف جوه الجهاز، واللي كان عمهم مختفي بقاله ايام، وبنعرف ان هو برضه كان من فرسان الموت، وبسبب سحر فينيجان كان لسه واعي وبيتكلم، وقال ان هم بيستخدموه عشان يمتصوا ارواح الناس اللي بيلعبوا اللعبة ومتصلين بيها، وساعتها اتكشف ان كل السجناء دول كانوا فرسان وماتوا واتحطوا جوه الجهاز عشان يمتصوا الارواح بتاعتهم. وبعد ما شرح كل حاجة طلب من مولي انها تخلص عليه وتنهي عذابه، ورغم انها ما كانتش عايزة تعمل كده ولكنها اضطرت وطلعت السلاح وضربت عمها عشان تخلصه من العذاب، ولكن هي وتول ما كانوش عارفين الحقيقة ان ابوهم كمان كانوا بيستخدموه لصنع جهاز جديد، ومع الجهاز دوت الشكل الخماسي هيكتمل في النهاية. ولما مولي فهمت ان الموضوع ابتدى يبقى اخطر قررت تخترق شبكة فينيجان علشان تعرف مكانها، وعشان تعمل كده كانت ناوية توصل جهاز التشويش بنفس الجهاز اللي فينيجان صنعته قبل كده، وده عشان تنقل روحها للعالم الرقمي وتدخل عندهم. والاخوات كان عندهم نسخة صغيرة من الجهاز دوت وكان موجود جوه عربية ابوهم القديمة، ولكن تول قالت انها هي اللي هتعمل المهمة ديت، وبعد كده استخدمت الجهاز وصدمت نفسها بالكهرباء عن طريق جهاز انعاش، وخلت روحها تبدأ تتحرك، وروحها سافرت من خلال الاسلاك لحد ما لقت مركز التحكم الخاص بفينيجان. بس فينيجان حست بوجودها وقررت تعمل نفس الحاجة، ونقلت روحها هي كمان لنفس الاتصال الافتراضي، وبدأت تحاول تمسك روح تول قبل ما تهرب منها، وتول اضطرت تهرب بسرعة وترجع ناحية العربية، لكن أول ما رجعت لجسمها فينيجان دخلت معاها، والاتنين بدأوا في صراع علشان يسيطروا على الجسم. ومولي لما شافت جسم أختها بيتشنج قدامها طلبت من هوارد يساعدها وينقذ تول باستخدام سحره، وهوارد مد ايده وبدأ يحاول يركز بكل طاقته، ولكن جسم تول ما قدرش يتحمل طاقة السحر القوية، وده للأسف خلى راسها تنفجر، والكل اتصدم من اللي حصل خصوصا مولي اللي فضلت تعيط جنب جسم أختها، ولكن خلاص كان فات الأوان ومفيش حل تاني قدامهم، فقرروا يرجعوا للمخبأ وهم واخدين جسم تول معاهم. ولما وصلوا مولي كانت مليانة غل جواها، وسحبت سلاحها وجهته ناحية هوارد واتهمته إن عميل شغال مع فينيجان من البداية، وهو حاول يشرح لها الحقيقة ويبرر اللي حصل. ولكن في اللحظة ديت رانجي حس بخطر جاي واكتشف إن في صندوق فخ فيه روح محبوسة، ولما ركز أكتر عرف إن الروح ديت هي روح تول، والفضل في كده يرجع للجهاز اللي استخدمته لأنها قدرت تحتفظ بجوهر روحها جوه الصندوق، ورانجي كان قادر يسمع صوتها وهي بتكلمه، وتول طلبت منهم يطلعوها من الصندوق بسرعة، لكن لو عملوا كده روحها هتروح للعالم الآخر. وساعتها رانجي اقترح فكرة مختلفة علشان ينقذوها، وقال يحطوا الصندوق جوه جهاز بوابة الأرواح، وبكده يقدروا يحولوها لجسم جديد عن طريق الجهاز. ورغم انه ما جربش الطريقة ديت على بشر قبل كده الا ان التلاتة قرروا يجربوا يمكن تنجح معاهم، واول ما الجهاز بقى جاهز للتشغيل هارود استخدم سحره عشان يشغله ويفعله، ومن جوه البوابة جسم بدأ يتكون قدامهم، وبعدها تول بقت في جسم جديد بشكل مختلف تماما، وبقت مزيج ما بين انسان وشبح في نفس
نفس الوقت، وده خلاها أقوى بكتير وعندها قدرة تحمل كبيرة، وكمان قدرت إنها تحتفظ بكل المعلومات اللي شافتها هناك. وبعد المعلومات ديت الفريق بدأ يخطط علشان يهاجم فينيجان، وبعد شوية وصلوا للمبنى اللي فينيجان فيه، وتول استخدمت قوتها الجديدة عشان تعدي الحراسة، وبمساعدة رانجي قدروا يخترقوا الأمن بسهولة. ولما دخلت الأسانسير عشان تطلع لفوق كان في مجموعة متلبسين مستنيين على الناحية التانية وكانوا جاهزين يخلصوا عليها، ولكن تول رمت قنبلة طاقة وفجرتهم كلهم. وفي نفس اللحظة هاورد ومولي نزلوا ناحية الجراج تحت، وكانوا لابسين بدل حماية وماسكين أسلحة طاقة. وهاورد قرر يروح الأوضة الرئيسية علشان يعطل الشبكة، بينما مولي فضلت وراه عشان تأمن المكان. وفجأة هاورد اتهاجم من واحد من الأرواح هناك، والروح سحبته ناحية ممر ضلمة بعيد، ولكن لحسن حظه مولي ضربته بالطاقة السحرية، بس رغم كده الروح قدرت تهرب. وبعدها هاورد كمل في طريقه للأوضة، ولكن بعد شوية الروح رجعت تاني وهاجمت مولي، بس هي مسكت قنبلة طاقة وفجرتها في الروح. وفي نفس الوقت تول كانت بتواجه ملبوسين ولقت نفسها محاصرة في وسط ممر ضيق، وابتدت تطلع سلاحها وتضرب عليهم. ورانجي كمان كان موجود معاها وبيساعدها، وبعد ما خلصوا عليهم الاتنين كملوا طريقهم، ولكن ليرش وقف قدامهم وقفل الطريق وضرب طلقة طاقة سحرية على طول ناحية تول. ولزيادة المشكلة آخر جهاز سحر اتفعل خلاص، والشكل الخماسي أخيرا اتكون حوالين المدينة. ودلوقتي بعد ما السلاح الرئيسي بقى جاهز للتشغيل، فينيجان وصلت نفسها بالجهاز وبدأت تفعل قوته، وده خلى أرواح كل الناس في المدينة تتسحب. وعشان يوقفوا الخطة تول قامت وهاجمت فينيجان، لكن فينيجان كانت أقوى بكتير وهزمتها بسهولة، ولكن تول كانت عايزة تقرب منها مش أكتر، وباستخدام قوتها فجرت جسمها ودمرت النظام، وبفضل كده قدرت إنها تنقذ سكان المدينة. ولكن لسه كان لازم تخلص على فينيجان، ومولي قررت إن تضحية أختها مش هتروح على الفاضي، فعطلت حماية البدلة بتاعتها وربطت عقلها بالشبكة. وأول ما مولي ركبت الوصلة على جهاز التشويش بتاعها اتعرضت لصدمة كهربائية قوية وقعتها على الأرض، وهاورد جري عليها بسرعة علشان يلحقها ويساعدها، ولكن فجأة البنت قامت وابتدت إنها تهاجمه، واتضح إنها بقت ملبوسة بروح فينيجان. وفينيجان كانت متضايقة جدا إن ابنها بيحاول يوقفها، وحاولت إنها تمتص روح هاورد من جسمه، ولكن هاورد قدر يشغل بدلة الحماية اللي عليها بسرعة، وده حبس روح فينيجان جوه جسم مولي وما قدرتش تخرج. وبعد كده هاورد شال مولي وخرج بيها ناحية العربية، وزي ما حاول يعمل مع تول قبل كده بنفس الطريقة قرر يستخدم سحره عشان يطلع روح فينيجان منها. بس قبل ما يبدأ رانجي نصحه يتحكم في طاقته وقال له لازم يستخدم القوة بهدوء علشان ما يأذيهاش، لأنه لو استخدم طاقة زيادة ممكن يدمر جسمها. وهاورد وافق على النصيحة وبدأ إن هو يركز ووجه طاقته لحد ما اتحكم فيها صح، وقدر يطلع روح فينيجان من جسم مولي من غير ما يدمره. وبعدها نقل الروح ديت بسرعة لصندوق، والفريق اتحرك بسرعة علشان يرجع للمخبأ تاني، وكانوا ناويين يستخدموا بوابة الأرواح عشان يخلصوا عليها. ولما وصلوا حطوا الصندوق جوه الجهاز، وهاورد شغل البوابة مرة تانية، وفجأة فينيجان ظهرت قدامهم وكان معاها تول في نفس الجسم. ولما مولي شافت أختها ترددت إنها تضرب، ولكن فينيجان استغلت الفرصة ديت وقامت شالت راس تول من جسمها. وهاورد حاول يهاجم أمه، ولكن فينيجان رمته لبعيد باستخدام قوتها، وبكده مولي بقت الوحيدة اللي فضلت. ولكن للأسف مولي ما كانتش قدها، وفينيجان قطعت دراعها اليمين ورمتها بعيد على الأرض، واللي أمه عملته خلى غضب هاورد يزيد، فطلع كل طاقته السحرية ووجهها ناحية أمه، وده اللي دفع فينيجان بقوة لحد مفاعل جهاز بيتسي، وافتكر إن كده خلاص خلص عليها، فجري بسرعة يساعد مولي ويحاول ينقذها. ولكن فجأة أمه ظهرت من تاني ومسكت هاورد وثبتته في الحيطة، وبدأت إنها تمتص روحه وما كانش قادر يمنعها، وكان خلاص ديت النهاية لهاورد. ولكن في آخر لحظة مولي قامت ومسكت سلاح بيتسي وضربت طلقة قوية على فينيجان، وبكده فينيجان اختفت تماما، وتول قدرت ترجع راسها مكانها باستخدام دبابيس. ولكن مولي كانت فقدت دم كتير جدا، ولو محدش لحقها بسرعة ممكن تموت في أي لحظة. وساعتها هاورد جاله فكرة علشان ينقذ حياتها، وشال جسم مولي ووداها ناحية بوابة الأرواح، وبالطريقة ديت بقى عندها جسم جديد. وبعد ثواني مولي فتحت عينيها ورجعت تاني، وهنا مولي ابتدت إنها تشكر هاورد على مساعدته ليهم، وبكده الفريق قدر أخيرا يوقفوا خطة فينيجان وينقذوا المدينة. وبعد سنة كاملة من الأحداث ديت بنشوف زوجين كانوا راجعين لعربيتهم في مكان فاضي، بس فجأة الزوجة اتلبست بروح شريرة وفقدت السيطرة وهجمت على جوزها، وكانت خلاص هتسحب روحه، لكن
عربية فان وصلت ومولي نزلت منها وخلصت عليها، وبنعرف ان رغم ان فينيجان ماتت الحرب لسه ما خلصتش، لان الصراع بين فرسان الموت والارواح لسه مستمر، وكمان هيفضل موجود لفترة طويلة جدا.